الشعب السوري عبارة عن 1000 رجل بسفينة والكل عم يحاول يوجه الدفة وتاركين باقي المهام فارغة. أحد مشاكل الشعوب المتخلفة هو أن تبدي رأيك بما لا تفقه، لأنه هيك أنت رح تضلك مشغول بما لا يعنيك ورح تنسى دورك الأساسي بالمجتمع وما رح تطوره وما رح تتعب عليه. هاي بالأساس إذا كنت عرفان شو هو دورك بالمجتمع، وإذا حضرتك وحضرتك ضليتوا مكانك راوح، أيضا المجتمع رح يضل مكانك راوح وما رح يتطور لا أخلاقيا ولا علميا. تم إصدار نموذج العملة السورية الجديدة بسوريا، وما ضل حدا من الشعب السوري ما أبدى رأيه بهي العملة، إذا كان مؤيد لإلها أو معارض لإلها، وبلش يحلل الأبعاد الاقتصادية والسياسية لهي العملة الجديدة، وبينسى يفرح بالإيجابية اللي رح يحصل عليها بسبب سهولة التعامل بالعملة الجديدة، واللي هي أحد أبرز الأسباب لتبديل العملة. بتسأله حضرتك شو بتشتغل؟ بيقول لك أنا صانع محتوى. بتقول له طيب أنت شو عملت لحتى تطور وتحسن من صناعة المحتوى بحيث يكون محتوى علمي ترفيهي أخلاقي؟ بحكي لك ولا شيء. بتقول له أنت بشو مشغول؟ بيقول لك أنا مشغول بإعطاء رأيي السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي أنا لا دارس فيه ولا بفهم فيه. ممكن لو سمحنا نحن كشعب عالم ثالث نصغي ونسمع للخبير بمجاله ونتعلم منه؟ ممكن كل واحد مننا يهتم بدوره ويطور من مهاراته بمجال عمله ويترك أخطاء زملائه بالمجتمع ويهتم بتصليح أخطائه. ممكن ما ناخد خرطوم المي من رجل الإطفاء هو وعم يطفي الحريق مشان نحس بالبطولة ونصير نروي قصتنا البطولية بمسك خرطوم المياه وتطفاية الحريق بكل قعدة وبكل مجلس، ونترك رجل الإطفاء يقوم بدوره لأنه هو إنسان مدرب وعنده خبرة، وأكيد هو أحسن مننا بأضعاف المرات بتطفاية الحريق. ممكن نترك رجال الأمن هن اللي نظموا الأمن وبس يطلبوا مننا نبعد عن المكان نترك المكان بدون عياط وشوبرة، بدون ما نحاول نصير سوبرمان وبدنا ننقذ الناس، وبدال ما ننقذ الناس نعمل أزمة. مو الغلط انك تبدي رأيك، الغلط انك تنسى دورك وتركز بأخطاء غيرك وتنسى أخطائك وتنسى مهمتك اللي انت لازم تقوم فيها لحتى كلياتنا ننهض بالبلد وننهض بالمجتمع. نعم أقولها بدون خجل، لازلنا شعوبا متخلفة فكريا، وهالشي على فكرة مو مذمة بل صفة. ولحتى ما نضل شعوب متخلفة لازم نحط ايدنا على الوجع ونعترف بأخطائنا. الخلاصة اهتم بعملك واترك غيرك يقوم بعمله، وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع بسوريا. شكرا لكم، كان معكم أبو دياب الحباب. لا تنسونا من اللايك والمتابعة.